السلام عليكم، انا مصطفى وائل، واكيد اغلبكم شاف الفيديو اللي عملته قبل كده عن العادات الصباحيه اللي بتخليني انجز اكتر او بتخلي يومي احسن. والتفاعل على الفيديو ده خلاني افكر في العادات الصباحيه اللي كنت او ما زلت بعملها، اللي بتضرني او ليها اثر سلبي على يومي. وهحاول النهارده اشارك معاكم 7 من العادات دي مع طرق تقدر تصلحها بيها عشان تتجنب الاضرار. اول عاده واسوأ عاده هي هنام كمان 5 دقايق. لاي سبب من الاسباب ما قدرتش انام بدري، بس عندي كليه الساعه 8 ولازم اصحى الساعه 7. ظبطت المنبه وبالفعل رن 7 بالظبط، بس انا مش نايم غير 4 او 5 ساعات، تعبان وعايز انام تاني، فبدوس سنوز. بقول لنفسي انا هنام 5 دقايق بس كمان، وللاسف دي غلطه قاتله كده بندم عليها ل3 اسباب. الاول ان ال5 دقايق دول مش بيفرقوا ولو 1% في قد ايه انا تعبان، بالعكس ممكن يخلوني عايز انام اكتر. التاني ان ال5 دقايق بتجيب وراها 5 دقايق وبتجيب وراها كمان 5 دقايق، وبلاقي نفسي صحيت الساعه 7:30 واضطريت انزل من البيت بسرعه من غير ما اكل، من غير ما اتاكد من الكتب اللي معايا، من غير ما اعمل اي حاجه من روتين اليوم بتاعي، وبالتالي بدات اليوم بطريقه غلط، وده ممكن يقلل معنوياتي من اول اليوم. التالت ان ساعات كتير بصراحة ال5 دقايق بتتحول ل3 ساعات، وبلاقي نفسي صحيت الساعة 10 ويا دوب الحق اخر سيكشن او ما الحقوش خالص، يعني اليوم يعتبر راح عليا. الاحسن انك اول ما المنبه يرن تعد 1 2 3 وتقوم من على السرير، حتى لو كنت نعسان، حتى لو كنت ميت من التعب، وبمجرد ما تدخل الحمام وتاخد دش ساقع هتلاقي نفسك فقت وكل حاجة بقت تمام. رقم 2 ان اكل وجبة مليانة كربوهيدرات. مع اني من محبين الكرب وبيفرق معايا جدا في الطاقة قبل التمرين او الشغل او اي حاجة تاني، الا ان وجبة الفطار بالذات بتعاني معايا لما باكل فيها كرب كتير، وده لاني بحبه جدا ونفسي بتتفتح عليه بسهولة. يعني لو كلت طبق رز ببقى عايز اكل طبق تاني، لو كلت رغيف عيش ببقى عايز اكل رغيف تاني، وبالتالي باخد وقت طويل في الاكل وبضيع جزء كبير من سعرات اليوم في اول نص ساعة. والمشكلة اني كده بجوع بعدها بسرعة بسبب الجلايسيميك اندكس العالي بتاع الاكل ده. عشان كده استبدلت كل المخبوزات والكربوهيدرات والحاجات دي بالبيض والجبنة ومنتجات الالبان عموما، بتخليني شبعان طول اليوم اكتر، وكمان باخد نسبة حلوة من البروتين بعد 8 ساعات نوم. بس مش لازم انت تبقى زيي، في ناس بتحب الكورن فليكس جدا على الفطار وبيفرق معاهم، في ناس تانية بتحب تفطر شوفان، فانت المفروض تجرب بنفسك وتختار الاكل اللي بيديك احسن نتيجة. رقم 3 ودي عادة قدرت اتخلص منها بأعجوبة، وهي ان امسك الموبايل وانا على السرير. ودي في الحقيقة عادة مدمرة، ياما حطت عليا وبوظت لي ايام لاسباب كتيرة ما تتعدش. هحاول افتكر منهم كام سبب. رقم 1 على مرة النوتيفيكيشن ورد على المسجات وشوف بوست من هنا على صورة من هنا، بلاقي ربع ولا تلت ساعة راحوا ووقت اتزنق وانا لسه على السرير مع اني اساسا كنت صاحي بدري. رقم 2 بتخلي جزء كبير من تركيزي وطاقتي يروح على حاجات تافهة او مش مهمة قوي بدل ما احوشه للكلية او الشغل. رقم 3 بتخليني ابدا اليوم بتضييع الوقت، وبتديني احساس داخلي ان اليوم مش هيبقى منجز قوي وهيبقى سهل عليا ان امسك الموبايل كتير تاني خلال اليوم. الاحسن من كده اني ما افتحش نت خالص لحد الظهر مثلا، او لو مش قادر امسك نفسي وخلاص جايب اخري ممكن افتحه في المواصلات واستغل ال10 دقايق او ربع ساعة اللي كده بتضيع في الطريق. رقم 4 ودي مش عادة صباحية بالتحديد لكنها عادة سيئة جدا، وهي انك ما تعملش لايك للفيديو، خصوصا لو استفدت منه اي حاجة. اعمل لايك عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس ويستفيدوا منه زي ما انت استفدت. رقم 5 ودي عادة لسه ما قدرتش اتخلص منها قوي، وهي اني احط كريم الشمس قبل ما انزل على طول. كريم الشمس او الصن بلوك للاسف الشديد لازم يتحط قبل ما تنزل بربع او تلت ساعة على الاقل، بس اللي بيحصل اني بنسى احطه لحد قبل النزول بدقيقتين، فبحطه وانزل في الشمس واعرق بسرعة وجزء كبير من الكريم يسيح واغلب الاستفادة تروح عليا. اكتر حاجة ساعدتني اني اقلل الموضوع ده هي ان اربط كريم الشمس بالاستحمام، يعني بمجرد ما اطلع من الحمام ونشف وشي بحط كريم الشمس من غير ما البس او اعمل اي حاجة تاني، وده بيدي بشرتي وقت كافي ان هي تمتص الكريم وتستفيد منه اقصى استفادة. وبمناسبة الاستحمام، سادس عادة سيئة قدرت اتخلص منها هي ان اطول اكتر من اللازم في الاستحمام. الاستحمام ممتع وشعور الانتعاش جميل، بس مش لما تبقى محتاج تنزل بعد ربع ساعة. ويمكن اكتر حاجة خلتني فعلا اتعود على الاستحمام بسرعة هي ان استحمى بمية ساقعة، ما بقتش اقرب من المية السخنة حتى وانا في عز الشتاء. بقف تحت المية ابل جسمي، احط شوية شاور جل، انضف على السريع وانشف بسرعة جدا، وبخلص الموضوع كله في 5 أو 10 دقايق بالكتير قوي. جرب كده موضوع المية الساقعة هتلاقي نفسك خلصت استحمام في دقيقتين ولا حاجة. رقم 7 وهي مش عادة صباحية قوي لانها مرتبطة ارتباط كبير باليوم اللي قبلها، وهي اني ما اخدش قرارات صعبة في اول اليوم. هلبس ايه النهاردة، هاكل ايه على الفطار، هروح الشغل او الكلية ازاي، هاخد معايا ايه وانا رايح. كل دي قرارات المفروض تبقى جاهزة من قبل ما انام، عشان لما اصحى الصبح اقدر اعملها بشكل اوتوماتيكي من غير ما اضيع وقت او مجهود، خصوصا اني محتاج كل الوقت والتركيز ده لباقي النشاطات المهمة اللي هعملها في اليوم.
ده كان فيديو النهارده 7 عادات صباحيه بتضرك وبتبوظ حياتك. لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، وتكتب لي في الكومنتات ايه المواضيع اللي عايزني اعمل عنها الفيديوهات اللي جايه. شكرا لحسن استماعكم، سلام عليكم.